ربنا يجيب العوض ويسلمك. محدش كلم جوزها؟ كلمته في التليفون، اكيد هيجي دلوقتي اكيد. انا مش عارف بس ايه اللي حصل لها ده، حصل لها ازاي؟ معقوله؟ انت فين يا فريد؟ قافل تليفونك 24 ساعه يا حبيبي. لا يا حبيبي ما يصحش كده. انت عارف انهم طلبوني من شويه وقالوا لي ان زهره راحت المستشفى وما لحقتش اعرف منهم هي فين ولا في انهي مستشفى. طب ما يمكن هتولد. لا انا ما اعرفش فاني شهر وانا مخي دفتر. طب انا هتصل بيها واعرف ايه الحكايه واطمنك. سوسو حظك معايا وحش قوي يا حبيبتي. مراتي هتولد ولازم اوصلك دلوقتي واروح لها المستشفى، بس اوعدك لو جابت بنت هسميها سوسو. ماشي حبيبي. ايه يا جماعه؟ انت يا عم خليل انت بتعيط؟ اختك فين وايه اللي حصل لها؟ اخلص اسكت. ليك عين تتكلم. ادعي لها وانت مش بتشتغل عندها، ازاي تسيبها تمشي لوحدها؟ شوف بقى يا باشمهندس، بغض النظر عن شغلتك يعني وطريقتك في الكلام معانا، مش اخوها بيقول لك ادعي لها؟ انا بقى مش عايزك تدعي لها، وبعدين انت مالك يا اخي بشتغل عندها ولا المحامي بتاعها؟ جيت من الشغل على هنا. لا خليها يا اخي، ادعي لها عشان خاطر. وبعدين تلاقيها كانت عند حد من اصحابها او حد من العملاء اللي بتشتغل معاهم. ومين اللي جابها هنا يا خليل؟ يا عم انت هتعمل لي فيها مفتش مبعث اسم العجوزه وتفتح لنا سن قديم. انت مالك يا اخي اللي جابها؟ بقول لك يا استاذ باشمهندس انت ما تعملش كده في القلبان دول عليا انا بحب اختي اكتر ما انت بتحبها. في ايه؟ ما بس انت وهو، وده وقته برضه يا جماعه ونقر وخناق. وبعدين بقى صراحه راجل معذور، دي مهما كان مراته. ماشي مراته مفيش حاجه، بس شايفه اول ما دخل عمال يقفل ويسال فينا زي ما يكون عايز يعمل لنا بتوع الرقم القومي دي. خير يا دكتور. فين جوزك؟ انا جوزك. للاسف الجنين مات وكان لازم نعمل كده عشان ننقذ صحه الام. فداها اختي فداها 2 مليون جنيه. الحمد لله على سلامتها، اهم حاجه هي كويسه. بصراحه هي تعبت لانها نزفت كتير. طيب ممكن ادخل اشوفها؟ هي في العنايه المركزه دلوقتي. بص يا فقر مش هتشوفها. أنا في اسكندرية أنا وماجد. معقول؟ إزاي ده حصل؟ لازم وقعت وهي نازلة من عندي. عرفت كل حاجة. يعني هي دلوقتي اتأكدت ان اللي انت متجوزاه ده فعلا ماجد؟ طب كويس ان انت سافرت بسرعة زي ما قلت لك. بقول لك ايه؟ اوعي تكوني جبت لها سيرة ان انا اعرف حاجة عن حكايتك انت وماجد دي. لا طبعا مش عايزاها تكرهك، ده انا عايزاها تحبك عشان تحل عن سمايا انا وماجد. انت ليه مش عايز تصدقني؟ بقول لك اطمن. المهم انت وجوزي خليكوا عندك لحد بقول لك تعملي ايه؟ فلوس تاني؟ ما انت واخده على قلبك قد كده. هتصرف في مبلغ وابعتهولك. يلا سلام. ايه؟ انت مش هتتغدى ولا ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ يا رب حته العيل اللي كان هيربطني بيها يموت وهو لسه جنين في بطنها. ليه؟ ليه يا ابني؟ انت مش ناوي تخلف منها ولا ايه؟ تخلف؟ والله ما انا عارف يا ماما. امال مين اللي عارف؟ هو انا مش عارف اكمل معاها ولا لا اصلا. يعني ايه؟ انت ناوي تطلقها؟ اطلقها؟ اطلقها مين يا اختي؟ والنبي انا خايف هي اللي تطلقني. ايوه هطلقك. ما دام ما بتسمعيش كلامي يبقى مالكيش عيش معايا. انا يا وليه مش نبهت عليكي 100 مره قبل كده ما تجيبي سيره المرحوم اخوك ده تاني. ربنا يا حجي. طب ايه اللي خلاكي بقى اتصلت بزهره وقلت لها مال زهره ومال اخوك دلوقتي؟ هي ابوك كانت مرته. مين قال لك انها كانت مراته؟ امبارح يا حجي هي كانت مرته وجابت منه كمان. غلط، كل ده غلط. وانا كنت طلقتها عشان هو يروح يتجوزها. لكن شو هذا اللي صار يا حجي؟ ما اعرفش، انا مالي. كل اللي حصل ده غلط. زهره مراتي شرعا، يعني ملهاش اي علاقه بالمرحوم اخوك ده. اخي ما انا مرحوم، اخي انا شفته بعيني. برضه هتقولي لي شفته بعيني؟ لا انت مالكيش غير المأذون. لا خلص يا حجي بوس ايدك، اخي مات وشبع موت. مفهوم؟ مفهوم يا حجي. عارفه لو جبتي سيره تاني ان المرحوم اخوك ده عايش وهيلوسني، عارفه هعمل فيك ايه؟ بعرف يا حجي، حتوديني على عصفوريه
على عصفوري وصلني بايده. انت كمان هتعملي لي فيها صباح؟ لا يا وليه، انت خلاص فيوزاتك ضربت، اتجننتي. انا لازم اسيب فريد، جوازي خلاص بقى منه باطل. اشمعنى دلوقتي عرفت ان جوازك منه باطل؟ عشان ماجد لسه عايش، متجوز من نوال كمان. يا نصرتي، نوال عملت كده؟ تخيل يا امه نوال تعمل كده. طب وماجد رضي يتجوزها؟ هو فقد الذاكره. يعني ايه يا بنتي؟ الحادثه اللي حصلت له ديت خلته ناسي كل حاجه، مش عارف هو مين ولا اسمه ايه. وفريد عارف اللخبطه اللي حصلت دي؟ ده ايه ده؟ بقى الميت اللي رحنا دفناه يقوم تاني؟ فريد شافه يا امه، لكن ما صدقش ان هو ماجد، قال يمكن واحد شبهه. اللي احنا دفناه ده حد تاني خالص غير ماجد. ده كلام ايه ده؟ يعني انت دلوقتي يا بنتي على ذمة 3؟ انا مش على ذمة حد خالص يا امه. يا عيني عليك يا اختي، يا عيني عليك، حظ ايه ده؟ يا زوز الحمد لله على السلامة. بسم الله ما شاء الله. الدكتور طمني عليك وقال ان انت بقيتي زي الفل. الدكتور قال ان انا ممكن اخرج النهارده. والله ده كويس. يلا يا طنط لمي حاجات عشان نمشي. يلا بس عايز اقول لك حاجه قبل ما نلم حاجاتنا ونمشي. حاجة ايه؟ احنا خلاص ما ينفعش نعيش مع بعض تاني. نعم يا اختي، يعني ايه ما ينفعش نعيش مع بعض؟ يعني بعد ظهور ماجد خلاص ما ينفعش نعيش مع بعض، جوازنا باطل. ماجد ده ايه؟ ماجد مات يا بنتي، واللي يقول غير كده يبقى اهبل. انت الوحيد اللي ما تعرفش ان ماجد لسه عايش يظهر. تاني يا زهرة؟ تاني وتالت ورابع، وكمان متجوز نوال. انت عرفتي ازاي؟ استغلت ان هو فقد الذاكره وضحكت عليه واتجوزته. انا كنت جايه من البيت عندهم من ساعه ما وقعت على السلم. تقدر تقول لي بقى لما ماجد يرجع له الذاكره هيبقى شكلنا وانت قدامه ايه؟ ايه يعني؟ هيكتشف ان هو اتجوز نوال ومش بعيد يكون خلف منها كمان. انت مالك واخد الموضوع ببساطه قوي كده؟ بقول لك جوازي منك باطل، فاهم يعني ايه باطل؟ ايوه يا ابني ايوه، بنتي ما يصحش تعيش معاك. والله يا حاجه انت بتهدي النفوس، امال هتعيش مع مين يعني؟ مع ماجد ولا الحاج فرج؟ مش هعيش مع حد خالص، لا انت ولا ماجد ولا الحاج فرج. استغرقت بقى، سيبوني في حالي. يا بنتي عندي نفسك امال. خلاص يا سيدي، خلاص يا فريد. خلاص ده ايه؟ يا بطلتي يا اختي؟ ارتحتي خلاص؟ قعدت تبخي في ودنها لحد ما سابتني؟ عموما يا زهره انا عذر، لان انت برضه لسه في فتره نقاهه. خدي بالك من نفسك. انا هستناكي. ايه رايك يا متر؟ انا مش شايف اي حاجه عملناها مع زهره جابت نتيجه. ضربناها في السوق وخسرت دم قلبها وما نفعش، وبالذوق وما نفعش. الله، واللي اعمل معايا ايه دي؟ انا شايف ان موقفها القانوني ضعيف جدا يا حاج. يا اخي انا بسمع كلمه قانون دي بيجيني حساسيه وجسمي اشعر. ليه بس يا حاج؟ ده حتى القانون في صفك. خلاص ما دام القانون في صفي اتكل على الله وشوف شغلك. بس يكون في علمك يا حاج، انا لو شفت شغلي هحبسها. انت اتجننت يا راجل؟ بقى انا بقول لك عايزك تجيبها لي تقول لي هحبسها؟ هو ده الشغل اللي انت هتعمله؟ استنى بس يا حاج، استنى كده واستهدى بالله لما نشوف المتر يحبسها ليه؟ بتهمة تعدد الازواج، لان الحاج بعد ما خد حكم لصالحه راحت اتجوزت مرتين. ايوه متر، بس هي اتجوزت ماجد ده بعد ما خدت حكم ابتدائي بطلاقها من الحاج. افرض. طب الزوج التاني؟ ايوه الزوج التاني ده اتجوزته لما مات الزوج اللي قبليه. انتوا مش بتقولوا انه ماجد على قيد الحياه؟ صحيح انه فقد الذاكره والاهليه لكن بصفه مؤقته. ايوه متر، يعني دلوقتي ما تاخذنيش، يعني ماجد ده وضعه القانوني ايه بالظبط؟ لو ما كانش الحاج واخد حكم لصالحه وهي متمسكه بزوجها الاخير ممكن ترفع دعوه تطليق ضد ماجد بناء على حالته العقليه والصحيه، واكيد المحكمه هتحكم لصالحها. يعني ماجد ده امره سهل، بس قبل ما ترجع له الذاكره تاني. ايه رايك يا حاج؟ انا عندي فكره هتريحك. قول يا ابو الافكار، وانا في حاجه جاباني ورا غير افكارك؟ ليه بس كده يا حاج؟ ده انا طول عمري ماشي على هواك وكل هدفي ان انا اريحك. اتكلم وخلصنا. شوف يا حاج،
ما دام انت عدم مؤاخذه مالكش غرض في المحاكم والقوانين، يبقى ما فيش قدامك غير الحل اللي انا قلت لك عليه. الواد الباشمهندس ده تجيبه وتديله قرشين وهو يخلع. ما انا جبته هنا واتكلمت معاه وعرضت عليه 5 مليون، قال لي اديني مهله افكر، ومن ساعتها لا فكر ولا قال لي انت فين. ما افتكرش انه هيوافق على المبلغ ده يا حاج. ليه بقى يا متر؟ تاخذنيش يعني، ده واحد متجوز واحده كلها فلوس، ده انت بجلاله قدرك ما قدرتش تقف قصادها. لا بقى حاسب على كلامك، انا مش هقف قصادها وبس، انا هقف قصادها وقصاد اللي خلفوها كمان. بس الحكايه ان المساله طولت وانا عايز اخلص بقى. يبقى ما فيش قدامنا غير المحاكم، نعمل لها شويه انذارات لحد ما نوصلها لدعوه نشوز. يا دي النيله، محاكم تاني؟ صدقني يا حاج، هو ده الحل الوحيد اللي هيخلي زهره تجيلك راقعه لحد عندك. ماشي يا متر، بس المهم اوعى تحبسها، احسن وديني انا اللي احبسك. صدقيني يا زهره، احسن حاجه عملتيها في حياتك ان انت خلصت من اللي اسمه فريد ده. انا ما كنتش مرتاحه ابدا للجوازه دي. بس انت لازم تطلقي منه رسمي يا زهره. هو ده محتاج طلاق؟ انا قالوا لي اصلا طالما ماجد ظهر يبقى جوازي منه باطل. ايوه بس انا خايف يعمل لنا شوشره بعد كده يا زهره. يعني ايه يا فوزي؟ يعني عشان ينتقم منك ممكن يروح يبلغ ان انت متجوزه غيره، ودي هتبقى مشكله كبيره قوي. يعني انت شايف ان في خطوره على زهره؟ ياما انا بقول اسوأ الفروض، واحد زي ده ممكن يمشي من سكات وممكن يعمل لنا شوشره ومشاكل، فعشان كده لازم تتطلق منه رسمي عشان ما يبقالوش اي حق انه يرفع عليها قضيه بعد كده. خلاص يبقى اديله قرشين. هو ده بتاع قرشين ياما؟ ده انا خايفه يطلب النص اللي عندي. ليه يعني؟ ده مخلوع. احنا عايزين بس نسد بقه بقرشين عشان ما يعمل لناش مشاكل بعد كده. ايه ام الهنا الكلام اللي بيقوله جوز بنتك ده؟ الجوز زهره اللي مات طلع عايش. انا يا اخويا برضو سمعت الكلام ده. بقول لك ايه يا ابو سريع، انت يا اخويا متاكد انك قفلت عليه المدفن كويس؟ ده اول حاجه بامر عليها، وانا عندي ميت بدفنه ويطلع تاني. انا يا اخويا برضو مستغربه، بس بقول لك ايه يا ابو سريع، زياده استحواذ يا اخويا. قوم كده هو تشوف التربه ها مفتوحه ولا زي ما هي. جرايه يا وليه، انت عايزه تمخوليني؟ انا بس يا اخويا خايفه لا يكون حد من صبيانك فتح له التربه من وراك. محدش يقدر يستجري يفتح تربه من ورايا. انا بس خايف من حاجه. خايف من حاجه؟ حاجه ايه يا ابو سريع؟ زهره وامها يطالبونا بحق الدفن والشغل اللي انت عملتيه. نعم يا ده العادي، الشغل اللي انا عملته؟ لا يا حبيبي، انا غنيت وخلاص، يبقى لازم اقبض اجرتي. انا مالي يا حبيبي اذا كان مات ولا صحي. وانا كمان عملت اللي عليا، هو انا مغسل وضامن جنه. صباح الخير. اهلا يا باشمهندس. الحاج موجود؟ هو في ميعاد؟ لا والله مفيش ميعاد، بس يعني في موضوع شخصي بينا عايزين نخلصه. طب اقعد استريح، الحاج اصلا عنده اجتماع، هدخل اديله خبر. ماشي، ربنا يوفقك. وبالشكل ده كل ما نبيع اكتر هنكسب اكتر. بسم الله ما شاء الله عليك يا حاج، انا عجباني السياسه بتاعت سعادتك دي قوي. في حاجه يا حجاج؟ ايوه يا حاج، الباشمهندس فريد بره. سمعت بيقول لك مين بره؟ ده يبقى كده جيب رجليه يا حاج. لا ما تفتكرش الواد ده سهل، لا ده مش سهل كده زي ما انت فاكر. انا عمري يا حاج ما فكرت ان الواد ده سهل. طب خليه عندك شويه يا حجاج وقدم له قهوه. من عينيا يا حاج. ما تاخذنيش يا حاج، يعني انا وجهه نظري انك ترضعه شويه بره. انت شايف ان يعني ملهوف عليه قوي؟ ما تخافش عليا، انا عاجبك قوي في المسائل دي. نرجع لمرجوعنا يا جماعه، احنا كنا بنقول ايه؟ ما يباتوا جوه ولا ايه؟ الحقيقه مش عارف يا باشمهندس. اجيب لك قهوه تانية يا باشمهندس؟ لا يا عم، قهوه ايه؟ ده انا جالي حموضه من كتر شرب القهوه. الف سلامه يا واد. سلام يا استاذ حجاج. الف سلامه يا فندم. اهو مشي اهو، اخش انا ولا ايه؟ طب يا حاج عايز مني انا اي حاجه تانية؟ ما تخليك معانا. لا بلاش انا يا حاج، عشان يتكلم براحته ويعرف ان انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده. ماشي، وانت خارج خليه يدخل. حاضر يا حاج. صباح الخير يا حاج. اهلا.